مساء الخير. النهاردة هنعمل كيكة صيامي بدون بيض بدون حليب بدون سمنة، بجد وطلع اسفنجية بمعنى الكلمة. أول حاجة بجيب بولة، بضيف فيها كوب إلا ربع من السكر، وهضيف عليها كوباية وربع من عصير التانج. بدوب كده العصير التانج في كوباية المية، وهضيف الكوب ده وربع من العصير البودرة برضو بضيفه، وهضيف نص كوب زيت، وهضيف كيس فانيليا، وهضيف معلقتين من الخل. هي المفروض معلقة كبيرة، بس انا لما المعلقة يعني صغيرة ضفت معلقتين كده من الخل. هضربهم في شفشة الخلاط وارجع لكم. بصوا انا ضربتهم في شفشة الخلاط، وهبدأ اضيفهم في البولة، وهبدأ اضيف عليهم 3 اكواب من الدقيق، وابدأ انخلهم. دي تالت مرة انخل فيها الدقيق، دخلت مرتين وقلت التالتة وانا بعمل الكيك. هبدأ أضيف ده كيس يا بيكنج باودر يا كيك شيف اللي عندك استخدميه، وهبدأ برضو أنخله، وهبدأ بالمضرب اليدوي أقلب كل المكونات مع بعض كده. طبعا القوام لسه تقيل عشان هنضيف حاجة كده كمان هتخلي الكيكة طرية وحلوة قوي. الكيكة دي ميزتها إن الإضافة اللي بنضيفها دي هي اللي بتخليها طرية قوي وزي النايتي كده. ده ربع معلقة عصير بودرة تانج، وضفت عليهم نص مية سخنة. المية دي سخنة وبدوبهم كده، وهبدأ أضيف شوية بشوية كده من العصير السخن في التانج. أنا مسخنة المية زي ما وريتكم، وأبدأ أضيف شوية بشوية وأدوب كده، مش مرة واحدة، ما تضيفهمش مرة واحدة، هيدي طراوة كده للكيكة بتاعتك. وأبدأ بالمضرب اليدوي وأقلبهم كده. هتلاقي كده خليط الكيكة ناعم معاكي خالص. بصوا الخليط كده بقى ناعم خالص. هبدأ أجيب أصغر صينية عندي وأدهنها. دي الصينية دي أصغر صينية عندي، وهبدأ أضيف فيها خليط الكيك. بكون دلوقتي مسخنة الفرن، تسخنيه قبل ما تضيفي الكيكة بتاعتك وتدخليها طبعا على على الشبكة. أطلع كده فقاعات الهواء وهدخلها الفرن. بصوا بقى أنا فتحت عليها بعد 25 دقيقة، بدأت أختبرها. شايفين كده؟ ما تفتحيش عليها إلا بعد 25 دقيقة وتسيبيها لما تستوي. هتاخد من 25 لنص ساعة، يعني 30 دقيقة. بصوا طلع بجد تحفة، بجد يعني كيكة حلوة خالص، بجد سهلة جدا. ولسه كده هضيف عليها كمان علشان حاجة كده عشان تخليها تجذب كمان الأطفال. بجد هي طعمها حلو خالص. بصوا عاملة ازاي، بجد كيكة في منتهى الجمال وسهلة خالص، يعني طريقتها سهلة جدا. ولسه عايزة اقول لكم انه كمان انا في اخر الفيديو شايبالكوا طريقة كيكة بالكاكاو تحفة برضو اللي بدون خلاط. دي معلقة عسل نحل بضيفها، او لو ما عندكيش عسل نحل ابيض هتضيفي شربات تقيل عندك، يعني لو عندك شربات تقيل بتضيفي كده معلقة، وتبدأي تزينيها بجوز الهند. هبدأ اقطعها. عايزة اقولك المقادير كمان في صندوق الوصف، عشان لو ما خدتيش بالك هتلاقي في الفيديو هتلاقي المقادير في صندوق الوصف.
وعايزة اقول لك ان تابعي الفيديو للاخر عشان هتشوفي دلوقتي كيكة الكاكاو الرهيبة برضو اللي بدون خلاط. اتمنى بجد تتابعي الفيديو للاخر عشان هتستفيدي. دي بقى كيكة الكاكاو على طول في بولة كوباية سكر على كوبايتين من المية من نفس الكوباية، وهبدأ أضيف نص كوب زيت. طبعا بنتي بتشاركني برضو في الكيكة دي، طبعا ضيف في وقت معين. الكيكة دي كان في توقيت والكيكة التانية في توقيت، بس أنا جمعهم لكم مع بعض. وهبدأ أضيف 2 أكياس من الفانيليا، كده السكر داب خالص. هبدأ أضيف عليهم الدقيق، هضيف برضو 3 أكواب من الدقيق. جبت المنخل هضيف أول كوباية، كل كوباية دقيق طبعا بضيفها ببدأ أنخلها. عندي كمان في صندوق الوصف وصفات نباتية كتير جدا وحلوة خالص. أتمنى تدوسي على كلمة المزيد اللي جنب العنوان، هتلاقي وصفات نباتية بجد تحفة وهتعجبك جدا. لسه هضيف آخر كوباية من الدقيق. بنتي كده بتقلب دول، ولسه هضيف دي آخر كوباية من الدقيق هبدأ أضيفها. وهبدأ أضيف معلقة كبيرة من الكاكاو، وهبدأ أضيف باكو من البيكنج باودر، وهبدأ أضيف معلقة من الخل. طبعا مقادير الكيكتين قريبين من بعض جدا. جبت برضو صينية متونة وبس. ايه هوريكم الاول قوام الكيكة كده. بصوا ناعمة كده، خليط الكيكة خالص. جبت برضو اصغر صينية وببدأ ادهن زيت بس. انا بدهن زيت بس مش ببطن خالص الصينية، وبتطلع زي ما انتوا بتشوفوها. بقلبها معاكم بتطلع في منتهى السهولة. تسيبيها تبرد وعلى طول بتخلعيها كده بتقع في ايدك بكل سهولة. دلوقتي طبعا بكون مسخنة الفرن، وهبدأ على طول كده ايه اطلع برضو فقاعات الهواء من الكيكة وادخلها على الشبكة. وزي ما انت شايفة كده بجد طلع تحفة، كيكة حلوة خالص. هسيبها تبرد وهبدأ برضو اقلبها قدامكم. بصوا بسيبها تبرد خالص والكيكة بتطلع بالشكل الحلو ده. اتمنى تجربوها.